أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز بن سالم يتجاوز فيه إنجازات جميلة. إنجازات النهاردة أبو بلاش موجود، زي ما قالوا أبو بلاش كتر منه. هتيجي نشوف كده فرندات ببلاش. يا باشمهندس ازيك يا باشا؟ إيه الحلاوة اللي بتعملها دي؟ الله يكرمك يا باشا. هنتعرف بقى مع الباشمهندس معانا. تعرف حضرتك؟ محمد علي. أهلا وسهلا يا باشمهندس. طبعا الباشمهندس محمد طبعا مهندس مساحة وحب يعمل حاجة لبلده. قال لك حاجات ايه؟ حاجات تكون قليلة في ايد في متناول الجميع. أنا عايز أتكلم مع الباشمهندس بعد إذنك يا باشمهندس. أنت ليه فكرت في الفكرة دي؟ طبعا الحال الاقتصادي بتاعنا الغلاء والكلام ده، ففي ناس ما بتحملش ان انا اجيب جديد او حاجه زي كده بالاسعار اللي موجوده دلوقتي. فطبعا بنعمل حاجه بنساعد بعض كلنا، احنا كلنا الفئه موحده يعني، او بمعنى صح احنا محتاجين لكده. فمن كف الاسره يعني رب الاسره مش هيتحمل ان الكلفه العاليه جدا ان يجيب مثلا طقم لاولاده لو عنده ولدين او ثلاثه او بنتين، مش هيتكفل، صعب جدا. فبيجي نوت يجي باقل مثلا من نص الثمن هيكفي الليله دي كلها وربنا ييسر الامور. احنا شايفين مع مش حضرتك مكتفين غير يعني ده. حتى لما اتكلمنا مع حضرتك وجينا نشوف الاسعار اللي حضرتك بتقولها، بنلاقيك بتحط على حضرتك على القطعه 5 جنيه ومفيش الكلام بمعنى ده. اصح ان احنا بنشوفوها في اي مكان. انا مش بلغه التجاره، قلت لك انا مش تاجر بقدر ما انا عايز. انا شفت المناطق، انا في وكاله البلح في العنطره شرق الكلام ده، لفينا اماكن ياما فلقينا الحاجات دي كلها يعني جميله، اللي هي النظام ايه، يعني الاستوكات النظيفه الاوروبيه الكلام دوت. في حاجات زي ما انت شايف حضرتك انا النهارده لما الاقي حاجات زي دي بالنسبه ما بتعداش ال 100 جنيه حضرتك. ليه الحريم؟ بص حاجات سوراقات الكلام دوت. يعني معلش زي ما انت الكاميرا شايف برضه كده، يعني وماركات. شايفين حاجات ماركات كويسه في جدا. زارا وفي ام اتش وفي حاجات ياما حضرتك. انا بكلمك حضرتك تعبان. بتقول السعر بيبدا من كام؟ في من اول هنا من اول 5 جنيه حضرتك اهوت، في 20، من اول في 5 30 في من اول 5 جنيه. اطفال اللي هي الصغيره اللي هي مثلا 1 و2 واهو في نوت. في حاجات مثلا في حاجات زي كده يا جماعه. دي خمسات، دي اطفال كده خمسات اهي. انا يا جماعه احنا ما بنطمعش في حاجه بجد، مش بهزار يعني. الحاجات هنا أنا احنا عندي شفناها انا والشيخ محمد لما جينا اتبهرنا بحاجات جميله جدا. هو طبعا بيبرق لي، ما تبرقش انت موجود. وطبعا الشيخ محمد لقيته بيكلمني تليفونيا بيقول لي يا استاذ احمد في براندات ببلاش، انا لازم اروح براندات ببلاش. طبعا انا بحيي اخويا وزميلي وصديقي طبعا الشيخ محمد عادل القداده. انت تقول ايه النهارده البراندات ببلاش؟ انت شفت؟ اقول تعالوا زوروا المكان وشوفوا المكان واتفرجوا على اللي فيه، ما عجبكمش ما تشتروش. لا بصراحه حاجه ما جميله يا شيخ عجبكمش ما محمد. تشتروش. بس احنا شايفين يا حاجة شيخ محمد شوف ما شاء الله هنا وصلنا هنا بورقه بالفعل. ما شاء الله. الحاجات جديده يعني، في حاجات كتيره يعني. حضرتك العبايات هنا قسم العبايات اكتر، والحريمي عشان هو المطلوب والاطفالي مركز عليه اكتر حاجه. العبايات زي ما انت شايف حضرتك كده، في الحاجات اللي هي الخليجي زي ما قلت لحضرتك، وفي حاجات زي ما انت شايف. انا بصراحه ده الشباب والكليات والكلام ده. الحاجات يا باشمهندس، حريمي هنا برضو البناطيل، الحاجات جميله جدا يا باشمهندس. يعني انا النهارده حاجات 3/4 الحاجات اللي انا شايفها بالاستيكر بتاعها جديده، حاجات جميله جدا 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 بصراحه. بتيجي من بره بالخارج، احنا بنيجي بناخد الاستوكات كامله، بتبقى اوزان معينه مثلا او بالقطعه دي بالقطعه. ففي اللي بالوزن وفي اللي بالقطعه، ده من بالقطعه عشان ما يبقاش فيها اي غلطات بقدر المستطاع، او نتفادى العمليه دي. وطبعا الاسعار في المتناول الجميع، اللي بيجي بيشوف يا جماعه، وبيجي حتى اللي بيجوا على الصفحه بيقول يا جماعه الاسعار دي موجوده بالفعل، نقي حضرتك. فبينقي بالفعل وبيشوف الحاجه ازاي. طبعا اما نيجي ده المكن برضو، ده مكن طبعا خاص بالحريم، طبعا فاهم مفهوم القصه بتاعته. اما احنا بنتكلم النهارده اما نلاقي في مركز بن سالم عندنا النهارده طبعا الفقير النهارده طبعا لو عايز يجيب فلوس يجيب اي قطعه من دي النهارده، يوم ما يجي هتبص تلاقي 300 جنيه 400 جنيه 500 جنيه. النهارده اما اجيب البنطلون ده من 50 جنيه ل 100 جنيه 60 جنيه. لا المناطيل ما بتعديش ال 50. ما بتعديش يعني البنطلون كمان ما بيعديش ال 50. لا بيعديش. وما شاء الله يعني انا شايف يعني مثلا معلش الكاميرا بنطلون جديد خالص، يعني بنطلون جديد مش قديم على فكره، واحنا ما بنضربش اي مخلوق. ان حضرتك يا باشمهندس بيجي ياخد، ده في ناس على فكره، في